مالك يا حبيبتي؟ في حاجة مضايقاكي؟ حاجة؟ انت قصدك حاجات. أنا سامعك. ممكن نبتدي بأول حاجة مضايقاكي؟ ما بقتش مهتم بيا زي الأول. مبدئيا أنا آسف على الإحساس ده. أنا عارف إن كنت مشغول عنك الفترة اللي فاتت، بس ممكن نخصص وقت في اليوم نتكلم فيه مع بعض. نتكلم في أول حاجة. فكرة كويسة، بس انت بقيت مهتم بأصحابك أكتر مني. أنا خلاص تعبت. يا سكر، بتغيري من أصحابي؟ أصحابي دول أهلي. عموما يا ستي أنا هقضي معاك وقت أكتر من الوقت اللي بقضيه معاه عشان تبقى مبسوطة. إيه رأيك؟ كل اللي أنا عايزاه إني أحس إن انت بتحبني زي الأول. صدقيني أنا محتاج لك أكتر من أنت محتاجاني. وعموما مش هينفع نحل مشاكلنا غير لما نفضي دماغنا ونعمل حاجة حلوة من اللي كنا بنعملها زمان. فكري شوف عايزة نعمل إيه ونبتدي بيه. إيه رأيك؟ موافقة. كل حاجة ليها حل. مش معنى إنه اتأخر في شغله أو انشغل عنك شوية إنه مش مهتم بيكي، لكن ضغوط الحياة بتخليه يبعد أو يستجم الفترة عشان يقدر يفكر إزاي يساعدك. فبلاش تتسرعي في حكمك عليه وخليك واقفة جنبه.